الناخب الوطني السيد وليد الركراكي يثير الجدل من جديد. تصريحات نارية في الندوة الصحفية الأخيرة، لكن هذه المرة لم تكن ضد الصحافة أو الجماهير، بل ضد شباب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، قبل ساعات فقط من مواجهتهم التاريخية أمام فرنسا في مونديال شيلي، المقابلة التي ينتظرها المغاربة بكل شوق للثأر من فرنسا ورد الاعتبار من هزيمة مونديال قطر. أطلق الركراكي كلمات وصفت بالمحبطة والمستفزة تجاه لاعبين يقاتلون لرفع راية المغرب عاليا. السيد وليد وصف نجوم المنتخب المغربي للشباب بالصغار وعدم اعتبارهم أنهم أسود حقيقيون لا يقلون شأنا عن لاعبي المنتخب الأول. وقلل السيد وليد من قيمة اللاعب بعوف فقط لأنه يلعب في القسم الثاني الهولندي، في حين سبق له أن يستدعى لاعبين أقل مستوى منه. فلنسمع هذه الكلمات النارية من وليد وهو يتحدث عن منتخب الشباب. C'est un joueur qui joue en deuxième division hollandaise, qui a du talent, qui a une marge de progression. Limazel Khso, il prouvait le club Diallo. Après, à l'arrivée, défensivement, si tu veux me parler défensivement, aujourd'hui encore, on n'a pas pris de but, on n'a pas eu une occasion contre nous. Je ne pense pas que c'est une situation où on a des problèmes aujourd'hui. Tu cites Baouf, mais tous les joueurs des U20, il y a des joueurs de qualité, surtout le petit Zabiri, petit Mahama. المنتخب المغربي سيفوز بكأس إفريقيا القادمة بفضل اللاعبين والجمهور والجامعة، لا بفضل الركراكي. تصريحات نارية ومواجهة مرتقبة، فهل سيرد السيد وليد أم يكتفي بالصمت أمام عاصفة الغضب الجماهيري؟